أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الخالقين الرازقين مشيئة رب العالمين، ذات الله ونفسه ويده ولسانه على عباده المشرعين بتحريف القرآن واللعن على أعدائهم أجمعين. كان من الأفضل أن أطلع صورة وصوت، لكن الأمر لا يستحق حتى أنا أطلع أتكلم صورة وصوت بهذا الموضوع الذي سأتكلم به أنا الآن. مثل ما بين عندكم اضطريت أن أتدخل بهذا الموضوع لأن لا يوجد شخص يستطيع أن يدافع على الشيخ أمير بالكلام الذي سأقوله أنا الآن، والكلمات السابقة التي قلتها أكثر من مرة، ودفاعي على هذا الشخص المحترم الجليل القدر هو دفاع ديني، لا دفاع شخصي يتوهم البعض بأنه هو أنا أريد من يمه مصلحة أو كذا أو كذا أو كذا، مثل ما يفكر بعض الشخصيات الطايح حظها أجلكم الله. كثر الكلام وصارت مشكلة في موضوع ماذا؟ في موضوع هذه المجموعة التي تتكلم وتتقول على لسان الشيخ أمير، اللي هي مجموعة جيش المنتقم على التليجرام. هم ليس مجموعة جيش المنتقم، لأن هم هذول فروخ واحد يلعب بالثاني. ليس مجموعة جيش المنتقم، لا يعرفون المنتقم ولا يعرفونه بريء من يومهم الإمام صلوات الله عليه. يوم من الأيام اتكلم الشيخ أمير في موضوع الزواج، وقال هو لتسهيل الأمر، لكن بنفس الوقت هو أمر جدا صعب. هو أمر جدا صعب، أمر يحتاج إلى نزاهة، يحتاج إلى رقابة، بالذات ما بين الرجل والمرأة. أمر جدا صعب، أمر مو فد شي سهل، مو فد شي سهل. عندما يقوم أحد الأشخاص اللي ما معروفين هم منين يتقولون على لسان الشيخ أمير ويقولون ما طول قال الشيخ أمير هذا القول إذن فهو شرع لنا أن نفعل هذا الفعل، وهذا الذي سأبينه أنا الآن. بعد هذا المقطع اللي تكلم به الشيخ أمير ووضع قيد، يعني ما قال بأنه الشيخ أمير ما قال بأنه اللي عنده قدرة خليه يروح يسوي، أو أنا أشرع لكم بفعل هذا الشيء. لا، كلام الشيخ أمير كان كلام واضح. نعم، هو ذكر موضوع الزواج وقال بأنه أنا أتمنى، لكن وضع قيود. قال هو هذا الأمر مو في شيء سهل، هذا الأمر خاص، أمر جدا حساس، أمر يحتاج إلى رقابة، يحتاج إلى نزاهة، يحتاج إلى عدة أمور حتى يتم الزواج بصورة صحيحة. بعد ما تكلم الشيخ أمير بهذا الكلام، قامت هذه المجموعة باسم الشيخ أمير وبمقطع الشيخ أمير على لسان الشيخ أمير، تكفلوا بالموضوع وقالوا إحنا راح نزوج. من أجاز لكم أن تفعلوا هذا الفعل؟ لا يوجد إجازة. من شرع لكم أن تفعلوا هذا الفعل وتضعون الشيخ أمير بصورة محرجة؟ لا يوجد تشريع. من أين استدليتوا بهذا الفعل؟ لا يوجد استدلال، بل هو مجرد هواء شخصي، بل هو مجرد هواء على هواه، حضرة جناب السخيف، حضرة جنابهم السخيف، على هوائهم. بعد ما فعلوا هذا الفعل وصار اللي صار، واللي متابعني يعرف أنا شنو أقصد، ويعرف هو كان السبب من يمي، حتى هم فيما بعد وقفوا الزواج وأصدروا البيان. أنا السبب، طيحت حظهم، أنا السبب. ولو كان هنالك شخص 1% من الدولة في هذه الأمور الابتزازية لو يسمعني، كان رفع عليهم دعوة قضائية وهذول كلهم حبسهم، كلهم.
وصلوا إلى أمر التقول على الشيخ أمير، وأنه الشيخ أمير هو الذي شرع لنا أن نتزوج من هب ودب. أنت تلميذ الشيخ أمير، يلا تعال خلينا نتزوجك، أنت تعال خلينا نتزوجك. وبالأخير تطلع فضائح، كلمات بذيئة على الخاص، شخصيات تطب وتقول بكذا وكذا، زائد 18 على النسوان، نساء تأذن. بلغني حتى هنالك شخصية انتحرت لين سحبوا صورها. لو كان هنالك واحد بس يداوم في موضوع الابتزاز الإلكتروني ضد الدولة كان رفع عليهم دعوة قضائية، وهذول كلهم سحبهم ذباهم بالسجن كلها من الفضائح اللي طلعت. بسبب هذا الفعل وضعوا الشيخ أمير بصورة محرجة، وكلامه الذي سيذهب هو على كادر منتقم، هم الذي يتحملون المسؤولية. الشيخ أمير ما يتحمل مسؤولية، ما يتحمل، لأن هو ما يعرف اللي جاي يصير بالخفاء. كادر المنتقم تتحمل المسؤولية، كادر المنتقم تتحمل المسؤولية، كادر المنتقم تتحمل المسؤولية. وابو حسن اللي بالعراق اللي يتقول على الشيخ أمير، اللي دار بينه وبينه كلام، اللي سباني لين أدافع عن الشيخ أمير، يقول لي أنت من أين استدليت أن تتقول على الشيخ أمير؟ يقول لي أنا مقرب. بينما نرجع إلى البيان اللي صدرته قناة المنتقم والشيخ أمير، قال لا أحد يمثلني حتى وإن كان يشتغل بالقناة. هذول الاثنين اللي يتحاسبون، أولهم أبو حسن اللي بالعراق، أولهم هو اللي يتحمل المسؤولية. الشيخ أمير ما يتحمل مسؤولية، الشيخ أمير رجال ملتهي، مأمن بأن هنالك شخصيات مأمن بها مطيها القناة. المفروض أي رسالة، أي سؤال، أي استفهام، أي أمر حساس تجي فورا الشيخ أمير يطلع عليها حتى يصدر حكم، حتى يصدر الفتوى. أما هذولا ماكو، سكتة، ما أعرف شنو الغاية، ما أعرف. نرجع على الموضوع ده. الشيخ أمير من نتكلم في موضوع الزواج اتكلم بكلام واضح، وقال بأنه هذا الزواج أنا أتمنى، لكن هذا الزواج موضوع جدا حساس، هذا يحتاج رقابة، يحتاج نزاهة، يحتاج أمر جدا دقيق حتى تتم بصورة صحيحة، خالية من الأمور الثانوية، التجاوز واللعب بالأعراض وغيرها. أمر جدا حساس. خلينا نسمع كلام الشيخ أمير حتى يكون الكلام واضح. طبعا موضوع الزواج بالفترة الأخيرة هو بدأ يصعب، خاصة على النساء الرافضيات، بدأ يصعب جدا، بدأ يصعب. وبعد ما اكتشفنا هاي العقائد والأخطاء والفضايح اللي عايشين بها الشيعة والمعممين، فبدأ يصعب أكثر. ويا ليت هذا الموضوع يسهل، يا ليت. أنا أتمنى يعني يجمع بين الشيعة الرافضي والشيعية الرافضية، أتمنى. لكن هاي عملية جدا صعبة وجدا خطرة أيضا، الدخول بها شوية يعني خطر. تعرفون بعد موضوع نساء وشباب ومشاكل وأخذ، تحتاج مؤسسة، والمؤسسة عليها كادر، والكادر عليه نزاهة، مو شي سهل. بس هذا الشيء أنا من زمان يعني هذا الشيء أنا أفكر به، أنه أتمنى يصير هيك شيء. طيب، سمعنا كلام الشيخ أمير. هذا المقطع هم ناشرين الجيش المنتقم على التليجرام عندهم، مستدلين بهذا المقطع بأنه الشيخ أمير ما طول قال بهذا الكلام، إذن فالشيخ أمير شرع عنه. شلون هم مستدلين بهذا المقطع؟ لأن هم بعد ما عرضوا المقطع عندهم بصفحتهم كتبوا التالي. الآن راح أقرأ لكم النص الذي تكلموا به. كتبوا: وصلت لنا أسئلة من الأخوة المؤمنين في موضوع الزواج، وطلبوا توضيح مفصل حول هذا الموضوع، لذلك هذا التوضيح فقط للأخوة المؤمنين القريشيين من جيش المنتقم عليه السلام بخصوص موضوع الزواج. نبدأ باسم الله الأعظم، محمد وعلي ونصرة لصاحب العصر والزمان جل ذكره،
وتمهيدا لظهوره المبارك وإعلاء العقيدة المحمدية العلوية، العقيدة القريشية، عقيدة الخالقين الرازقين، ولكثرة المقصرة من الرجال والنساء، وحتى لا تضيع جهود المجدد الشيخ أمير القريشي في بيان هذه العقيدة بين مقصرا أو مقصرة، جراء زواج الرافضي من مقصر أو رافضية من مقصرا، ارتئينا أن نجعل زواج الرافضي من رافضية والرافضية من رافضي، وذلك يكون بزواج دائم وإشهار وخطوبة، حتى يكون هنالك جيل جديد لا شائبة في عقيدته ينصر صاحب العصر والزمان، ويكون ذلك الزواج خاصا فقط في مجموعة جيش منتقم. إخوان، هم كاتبين إخواني، الفكرة كان الزواج دائم، وكنا نريد الموضوع فقط للخواص من جيش منتقم من شباب وبنات رافضة، ووظيفتنا ليس تزويجهم، لا، فقط هو الجمع بين الأخ والأخت بواسطة وسيط من أحد الأخوات، والبنت تبلغ أهلها والشاب يبلغ أهله بموضوع الزواج. قلنا لمن يستطيع بهذه الشروط يبلغنا أي شخص يدخل لنا نبلغه بهذه الشروط. لذلك قلنا الموضوع بسرية تامة. ليش بسرية تامة؟ ما أنتوا استشهدتوا بمقطع الشيخ أمير وقلتم احنا نسعى لهداية الناس لتمهيدا لظهور الإمام عليه السلام. لماذا بسرية تامة؟ وكأنكم ستفعلون فعل إذا دروا بجيش المنتقم الحقيقيين العلماء راح يطيحون حظكم مثل ما أنا لعبت بيكم لعب. ليش بسرية تامة؟ ليش؟ كلام واضح، كلام واضح. انتوا تريدون تمهدون لظهور الإمام بزواج المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة. لماذا بسرية تامة؟ ليش؟ عندك هاي مجاميع جدا عملاقة جاي تشاهد قناة المنتقم وانتوا كم واحد بس. لماذا بسرية تامة؟ اللي يفعل فعل يكون هذا الفعل متمكن من يمه وعنده أدلة، والشيخ أمير شرع له بهذا النص لا يفعل بسرية. هو لا يفعل حرام بل يفعل حلال لتمهيد لظهور الإمام. لماذا بسرية تامة؟ نكمل. بسرية تامة لأن الموضوع حساس لما فيه من معلومات خاصة، لكن أبناء سبه حرفوا الموضوع، نسبوه لشيخ أمير حجة المعصوم. اي نعم، عرضكم للمقطع، مقطع الشيخ أمير، ونصكم على الكلام اللي قرأته أنا الآن هو يذهب إلى ماذا؟ يذهب للشيخ أمير. لأن أنت ماذا تقول؟ لأن الموضوع حساس لما فيه من معلومات خاصة، لكن أبناء العواهر حرفوا الموضوع، نسبوه للشيخ أمير حجة المعصوم. اي نعم، لأن أنت اللي وضعت هذا الفعل، أنت اللي نشرت مقطع الشيخ أمير خليته بقناتك وقرأت وخليت هذا الكلام اللي قلته أنا الآن. أنت كيف استشهدت بهذا الفعل؟ من الذي شرع لك؟ الذي شرع لك الشيخ أمير. كيف الذي شرع لك بالشيخ أمير؟ لأن أنت ناشر مقطع الشيخ أمير تستشهد به وتعضد كلامك بأنه الزواج من المؤمن الشيعي قال عنه الشيخ أمير، فإحنا راح نتكفل بالموضوع. اي نعم، عندما يأتي شخص يسمع كلام الشيخ أمير اللي أنتم ناشرينه وهذا النص اللي أنا جاي أقرأه يقول بأنه هذول من جماعة الشيخ أمير. الشيخ أمير هو اللي قال لهم، الشيخ أمير هو اللي قال لهم. لكن أبناء الطوط حرفوا الموضوع، نسبوه للشيخ أمير. اي نعم، الانتساب بتشريعكم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه لأن الشيخ أمير قال هذا القول.
شوف التبرير الخايس مالتهم، أجلكم الله، شوف التبرير. اي نعم، انتم ما طول عرضتوا مقطع الشيخ أمير، وهذا الكلام اللي أنا جاي أقراه، إذن فالكلام الأول يذهب إلى من؟ يذهب إلى الشيخ أمير، وإلا كان من الأفضل أن لا تنشر مقطع الشيخ أمير، وأنتم أن تبادروا بهذا الفعل. أنت لو ما ذاكر كلام الشيخ أمير فقط، لو ما ذاكر مقطع الشيخ أمير وناشره، فقط ناشر هذا كلامك دون ذكر الشيخ أمير، ما حد يهتم لك وبالقندرة ايش سويت والما سويت. موجودين الأمن الوطني الابتزاز الإلكتروني يطلعونك من بطن أمك، يطلعونك. لكن أنت كيف عضدت كلامك تعطي مبرر شرعي حتى يكون لديكم مشاهدات عالية؟ يكون فقط بنشر مقاطع الشيخ أمير، وهذا المقطع أول دليل بأنه أنت دليلك ماخذه مني الشيخ أمير. وهذا سيأتي، هل فعلا الشيخ أمير قال لهم هذا القول أم لم يقل؟ كلام واضح. أنت جاي تكتب بعد ما عرضت مقطع الشيخ أمير في موضوع الزواج اللي سمعناه قبل قليل، استشهدت بهذا الكلام النص اللي أنا قرأته وسيأتي ذكره إن شاء الله التكملة، تقول ماذا؟ أعيد النص: لكن أبناء طوط سبة حرفوا الموضوع، نسبوه للشيخ أمير حجة المعصوم. اي نعم، ليش للتناشر الشيخ أمير؟ مط مبرر شرعي، غير انت مط مبرر شرعي لنفسك ناشر مقاطع الشيخ أمير يتكلم عن موضوع الزواج. في شيء أكيد هذه الإساءة والطعن سيذهب على الشيخ أمير أكيد، لأن أنت ناشر مقطعه، أنت عندك مبرر شرعي. تبريرك الشرعي أين؟ تبريرك الشرعي بنشر مقطع الشيخ أمير تريد تعضد كلامك حتى يكون هذا الفعل ماذا؟ يكون هذا الفعل شرعي، لأن العالم راح تسمع كلام الشيخ أمير، تقرأ كلامك، راح تدخل وياكم ويصير الابتزاز الإلكتروني مثل ما نشرته أني، لعبت بيكم، دمرتكم. لما فيه من المعلومات خاصة، لكن أبناء الطوط حرفوا الموضوع، نسبوه للشيخ أمير حجة المعصوم. الآن سيأتي الترقيع. نسبوه للشيخ أمير حجة المعصوم، كان كلامنا دقيق وواضح. أي كان كلامنا دقيق وواضح في الرسالة المعلنة في جروب جيش المنتقم إن بجهود ذاتية، أي الموضوع خاص بنا. وبالنسبة للمقولة حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر، كنا نقصد هذا المقطع المثبت جيد في الرسالة. الحمد لله الشيخ القريشي قال نحن حزام ظهره. هاي شنو هاي شنو هاي؟ زين أنت قبل قليل ماذا قلت؟ قلت لأن الموضوع حساس لما فيه من معلومات خاصة، لكن أبناء الطوط حرفوا الموضوع، نسبوه للشيخ أمير القريشي. اي نعم، لأن أنت ناشر كلام الشيخ أمير. شوف التبرير السخيف. ومن ثم ماذا يقول؟ يقول أي الموضوع خاص بنا، العفو، كان كلامنا دقيق وواضح في الرسالة المعلنة في جروب جيش المنتقم إن بجهود ذاتية، أي الموضوع خاص بنا. وبالنسبة للمقولة حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر، كنا نقصد هذا المقطع. شوفت ما أعرف شلون جاي يرجع، ما أعرف شلون جاي يرجع. يعني هو ماذا يريد يقول لك؟ يقول لك بأنه أي الموضوع خاص بنا، وبالنسبة للمقولة حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر كنا نقصد هذا المقطع. إذن أي تبرير شرعي لك، كنت تقصد هذا المقطع اللي نشرته أنت.
اللي أنا عرضته قبل قليل. إذا كيف أنت قبل قليل تقول حرفوا الموضوع نسبوه للشيخ أمير؟ ما أنت غير مستدل من يمه. شوف الترقيع. شوف الترقيعة اللي ما جاي ترهم. شوف الترقيعة. كان كلامنا دقيق وواضح في الرسالة المعلنة في جروب جيش المنتقم أن بجهود ذاتية أي الموضوع خاص بنا. إذا خاص بكم ليش نشرت مقطع الشيخ أمير؟ مو مشكلة، عبر. خاص بنا. وبالنسبة للمقولة حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر كنا نقصد هذا المقطع. أين الشيخ أمير وصى؟ هو قيد، قال الموضوع جدا حساس، تحتاج رقابة، تحتاج نزاهة، تحتاج مؤسسة. أين الشيخ أمير قال؟ وبالنسبة للمقولة حسب وصايا الشيخ أمير، أين وصية الشيخ أمير حتى أنتم أخذتوا هذا الوصية؟ وينها؟ إذا كنت تقصد هذا المقطع فالشيخ أمير قال لكن هذا الموضوع حساس، يحتاج رقابة، يحتاج نزاهة، يحتاج مؤسسة تحت إشرافه هو، مؤسسة مختصة بهذا الفعل، تحتاج رقابة، تحتاج نزاهة، تحتاج مؤسسة. شلون أنت قبل قليل تقول بأنه أبناء الطوط حرفوا الموضوع نسبوه للشيخ أمير، وشلون أنت تقول حسب وصايا الشيخ أمير، وكيف أنت تقول بأنه بجهود ذاتية خاص بنا؟ شوف الترقيع. شوف الترقيع حتى ما يعرفون شلون يبررون تبرير هذا. والشيخ أمير قيد، قال هذا الموضوع حساس. صح، أنا أتمنى، لكن الموضوع حساس، الموضوع مو شي سهل، الموضوع يحتاج مؤسسة، الموضوع يحتاج رقابة، الموضوع يحتاج نزاهة، مو شي سهل. أخذت كلام الشيخ أمير ونشرته أنت بمقطعك بالمنتدى مالتكم، وكتبت النص اللي أنا قرأته، وبعد أكو نص راح أقرأ. لكن من تريد تبرر ماذا تقول؟ لأن الموضوع حساس لما فيه من معلومات خاصة، لكن أبناء السبة حرفوا الموضوع نسبوه للشيخ أمير. ليش ناشر مقطع الشيخ أمير؟ أنت لا تنشر مقطع الشيخ أمير واطلع تزوج بكيفك، ما حد يتكلم عليك. هنا سيصح ماذا؟ هنا سيصح الكلمة اللي أنت قلتها، أي الموضوع خاص بنا، هو خاص بيكم، دون الاحتياج إلى كلام الشيخ أمير حتى أنت تنشره بمقطعك. أنت اترك الشيخ أمير، ليش الذكرى إذا هو خاص بيكم؟ إذا هو خاص بيكم والفعل اللي راح تفعلونه خاص بيكم، ليش ناشر مقطع الشيخ أمير حتى تعطي تبرير شرعي؟ إذا واحد سألكم من أجاز لكم أن تفعلوا هذا الفعل، ستقولون الشيخ أمير قال هذا القول، وإحنا إحنا أهلا لها. وهذه هم قالوها الكلمة سيأتي ذكرها، إحنا أهلا لها. شو هاللعب هذا؟ شنو هاللعب هذا؟ الموضوع نسبوه للشيخ أمير حجة المعصوم. كان كلامنا دقيق وواضح في الرسالة المعلنة في جروب جيش المنتقم أن بجهود ذاتية أي الموضوع خاص بنا. ليش تذكر الشيخ أمير؟ إذا هو خاص بكم الشيخ أمير ليش الذكرى؟ أنت اترك الشيخ أمير، اترك المقطع مال الشيخ أمير اللي أنت نشرته، وافعل ما يحلو لك، افعل ما يحلو لك. ليش الذكرى؟ نكمل. أي الموضوع خاص بنا. وبالنسبة للمقولة حسب وصايا وين الشيخ أمير وصاكم؟ وين الشيخ أمير وين وصاكم؟ كنا سمعنا المقطع وقال بأنه الموضوع جدا حساس، الموضوع يحتاج إلى رقابة، يحتاج إلى نزاهة، تحتاج إلى مؤسسة. أين وصية؟ وين الوصية؟ نكمل. كيف وصاكم وأنتم تقولون بأنه حرف الموضوع نسبوه للشيخ أمير؟ إذا هو موصيكم إذن فالذي نسب هذا الكلام للشيخ أمير هو كلامه صادق، ليش السبة؟ وكيف النقطة الثالثة تقول إن بجهود ذاتية أي الموضوع خاص بنا؟ ترقيع. ما شوف اسمه الترقيع، اللي يسمعكم يضحك عليكم. شوف الترقيع.
حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر كنا نقصد هذا المقطع المثبت في الرسالة. الحمد لله الشيخ القريشي قال نحن حزام ظهره. شوفوا الطرقاعة، يلا شوفوا الطرقاعة. تبرير أسخف من السخيف. شوف التبرير الأسخف من السخيف. هل الشيخ أمير ذكرهم؟ لا. هل الشيخ أمير وصاهم بالمقطع اللي نشره؟ لا. شوف التبرير السخيف، يعني يقول لك ماذا؟ كل ما نفعله احنا حزام ظهر الشيخ أمير. وين حزام ظهر بمن؟ بالابتزاز الإلكتروني إذا يطلعون عليكم الدولة يشيلوكم؟ وين؟ حتى ذاك اللي شارد بأمريكا يجيبونه. وين أريد أعرف وين حزام ظهره، وين حزام ظهره بهاي الأمور؟ هو مو صوشكم، صوش كادر منتقم. الشيخ أمير ما له شغله، صوش كادر منتقم بس. وصوش هذا النقس أبو حسن القندرة، هذا الذي يتقول على الشيخ أمير ويقول بأنه أنا مقرب من الشيخ أمير. وهذا الشاعر ما عاد يمثل الشيخ أمير، والشيخ أمير يقول لا أحد يمثلني، لا أحد يمثلني، لا أحد يتكلم على لساني، حتى وإذا أتى أخذ صورة ممنوع. عدد الكبسات، عدد. صارت كم كبسة؟ الكبسة الثالثة، الرابعة. الكبسة الأولى لأن الموضوع حساس لما فيه من معلومات خاصة، لكن أبناء السبة حرفوا الموضوع نسبوه للشيخ أمير. أنت ليش ناشر مقطعه؟ أنت لا تنشر مقطع الشيخ أمير، لا تذكره، حتى ما ينسبون الكلام إليه. بس أنت ما طول نشرت المقطع وأخذت تبرير شرعي يدل هنا ماذا؟ يدل بأنه الانتساب يذهب إلى من؟ يذهب إلى الشيخ أمير. كان كلامنا دقيق وواضح في الرسالة المعننة في جروب جيش المنتقم، إن بجهود ذاتية أي الموضوع خاص بنا. إذا كان الموضوع خاص بنا ليش نشرت المقطع؟ وبالنسبة للمقولة حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر كنا نقصد هذا المقطع. إذن فالكلام الذي يقوله أبناء السبة اللي أنت سبيتهم نسبوه للشيخ أمير كلامهم صحيح. لماذا؟ لأن أنت قلت الآن ماذا؟ حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر كنا نقصد هذا المقطع اللي أنت نشرته اللي إحنا سمعناه قبل قليل. فأنت ليش تسبهم؟ الكبسة الثانية الترقيعة، كبسة. شوف شلون يرقع في البث المباشر. كنا نقصد هذا المقطع المثبت في الرسالة، كنا نقصد هذا المقطع المثبت في هذه الرسالة. يدل ماذا؟ يدل بأنهم عندهم تبرير شرعي بهذا الفعل. نكمل. الحمد لله الشيخ قريشي قال نحن حزام ظهره ولا نتقول عليه، وإنما يشجعنا على هذا الفعل لأنه ليس فقط الشيخ يشجع على هذا الفعل. آل محمد هم من قالوا برفعه مقام وله أجر كبير من يسعى في زواج المؤمنين. المؤمنين مو أنتو يا هو علي جمال اللي يتكلم بالأعضاء التناسلية. المؤمنين مو أنتو. بعدين حتى هذا الفعل عليه رقابة مثل ما قال الشيخ أمير. فآل محمد نعم هم يشجعون على هذا الفعل، لكن المقرب منهم. لهذا السبب تجد بأنه والزرارة وصل إلى مرحلة جدا كبيرة، يلا تزوج. حتى من يريد يروح للإمام تاخذوا هاي الكبسة. أنتم تقولون بأنه هذا الفعل اللي فعلناه حتى آل محمد يقبلون به. لماذا زرارة كل ما يذهب إلى الإمام يقول له أريد أتزوج يقول له روح أتزوج؟ شو يعني؟ أليس بمؤمن؟ لو لا الإمام ما يتدخل يقول له روح أتزوج، يا لازمك روح أتزوج، حتى الإمام ما يرجده روح أتزوج يا لازمك. أليس بزرارة مؤمن؟ ليش الإمام ما يساعده؟ ليش الإمام ما زوجه؟
حلوها يلا. تلعبون وياي بآل محمد برواياتهم، تلعبون وياي. عفركم فر بصبع الصغير، العب بيكم لعبة دمركم. تلعبون وياي، تلعبون مع اي شخص، اني لا العب بيكم لعب بالقندرة ادوسكم، اجل الله السامع، بالقندرة انتم جروبكم كله مهما كان كبير صغير، كلها العب بيكم لعب باوسخ قندرة ادوسكم. تتهم الشيخ امير ومن ثم تتهم آل محمد، تلعبون وياي بالروايات، غير العب بيكم لعبة دمركم. اذا كان الزواج آل محمد يكيفون بزواج المؤمن وهو رفعة للمقام في زواج المؤمنين، ليش الإمام ما زوج زرارة؟ أليس بمؤمن؟ ليش يتأخر يلا الزواج؟ ليش الإمام ما زوجه؟ نكمل. وفي الأخير الحمد لله قد نجحنا في زواج 2. وين كلك وين؟ كله عفاء وطيني ومدري شنو كذا وكذا وطوط اللي أنا شهرتها، اللي لعبت بيكم لعب، اللي كادر المنتقم أصدروا بيكم فتوى وهاي جايها تقولون بعد الحمد لله احنا الشيخ امير قال عنا احنا حزام ظهره، سمعوا هذه الحزام. يعني هل هذه مجموعة تمثل الشيخ امير؟ الان سيتبين من كادر من الشيخ امير بنفسه، الان سيتبين. نكمل. وفي الاخير الحمد لله قد نجحنا في زواج 2 من الاخوة الرافضة. وين كلك؟ نبغى نشوف الطامة، شوف يقلدون الشيخ امير بكل ما يقوله. ملاحظة مهمة، لا يمثل جروب جيش المنتقم أي شخص سواء بنت أو رجل، فقط بل جميع إدارة جيش المنتقم عليه السلام. جيد. أنتم حزام ظهره بهذا الفعل، زواج الإلكتروني حزام ظهره، وتقولون بأنه ماذا؟ أي الموضوع خاص بنا. وبالنسبة للمقولة حسب وصايا الشيخ أمير في البث المباشر، كنا نقصد هذا المقطع المثبت في الرسالة. الحمد لله الشيخ القريشي قال نحن حزام ظهره. جيد. اكلوا هاي الكبسة. هاي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، جيد، نستمع هذا السلام المقطع. عليكم واللهم صل على. نستمع إلى هذا المقطع، هذا من جروبهم. إخوان، جميع الصور والكلام والمقطع الآن أنا راح أفتحه، ستجدون عندي بالمنتدى. بعد ما تسمعون هذه الكلمة راح تلقون عندي بالمنتدى. خلونا نسمع هذا الشخص من يمهم ماذا سيقول. محمد وآل محمد الخالقين الرازقين ومشيئة رب العالمين، أطلق جروب جيش المنتقم مبادرة جميلة جدا، وهي تزويج الإخوة الرافضة زواجا دائما غير منقطع واقعيا بعلم أهل الطرفين، وهذا جاء حسب تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سوف أنقل لكم حديث الإمام الطاهر. يلا كافي، ما أعرف إذا طلع عندكم الصوت واضح. بعد ما نشروا مقطع الشيخ أمير والكلام اللي أنا قرأته قبل قليل، ماذا سيقول؟ مثل ما سمعتوا قبل قليل، مبادرة. جيد. هذا المقطع اللي هم ناشرينه كتبوا التالي: باسم محمد وعلي الخالقين الرازقين. توضيح: موضوع الزواج الدائم اللي طرحه جروب جيش المنتقم عليه السلام بجهود ذاتية. كلك لماذا تستشهدون بكلام الشيخ أمير العاد إذا بجهود ذاتية؟ الزواج هو عبارة عن فقط إيصال الأخ إلى الأخت لكي يتقدم لها في الحقيقة، لا عبر الإنترنت كما قال أبناء الطوط.
وكل هذا الكلام كان مكتوب في الرسالة المعلنة، لكن أبناء الحرام بل النطف المتطايرة حسب فتوى السيد وكافر. ملاحظة مهمة: جيش المنتقم لا يمثل إلا نفسه، قندر عليكم وعلى قروبكم. مقصرة سبة جيد، مو مشكلة. مقصرة قندر على دينك وعلى مراجعك الوسخين. كلامهم هو هذا الكلام والكلمة. الرسالة اللي قرأ المقطع والكلام اللي أنا قرأته أنا الآن، قمت سويت له مشاركة حتى ما نزلته، سويت مشاركة وطالعهم موعدهم قناة جيش المنتقم، سويت له مشاركة إلى كادر المنتقم عليه السلام، دزيته للشيخ أمير. بعد ما دزيته كتبت لهم: الموضوع حساس يحتاج إلى رقابة، والرقابة تحتاج إلى نزاهة. أرجو التوضيح، الموضوع جدا كبير وحساس وجاي يصير مشاكل. عدت كلام الشيخ أمير وقلت لهم بأنه هذا الكلام جاي يصير عليه مشاكل، ودزيت لهم المشاكل اللي صارت. كتبوا التالي: أخي الكريم، شوف هالقد ما مش مئزين من هذا الفعل، ركز، هالقد ما مش مئزين من هذا الفعل. أخي الكريم، لدينا آلاف الرسائل لم نرد عليها بسبب ضغط العمل والردود على الناس. ردوا على الكلام وعلى المقطع. رجاء لا ترسل لنا مشاكل فلان وفلان. لا يمثل الشيخ إلا القناة والشيخ نفسه. لا يمثل الشيخ إلا القناة، أي قناة المنتقم عليه السلام، ولا يمثل الشيخ إلا نفسه. كيف وقبل قليل تقولون الحمد لله؟ وين النص؟ الشيخ أمير في البث المباشر كنا نقصد هذا المقطع المثبت في الرسالة. الحمد لله. الشيخ القريشي قال نحن حزام ظهره. كيف حزام ظهره والآن كادر المنتقم صلوات الله عليه نكركم وقال بأنه هذه المجموعة لا تمثل الشيخ أمير؟ لا أحد يمثل القناة إلا الشيخ أمير، ولا الشيخ أمير يمثله إلا نفسه. لا يمثل الشيخ إلا القناة والشيخ نفسه. طقة حيدرية على دينكم الذي يقول لكم بالزواج الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني. ألعب بيكم لعبة دمركم، تلعبون وياي. هاي الفترة أنا كلها ساكت، تلعبون وياي، تتهمون الشيخ أمير بكلمات ما أنزل بها من سلطان، تلعبون وياي. بعد الكلام اللي فعلوه والابتزاز اللي سووه بالنساء وكلامهم وكلماتهم اللي أنا قرأتها قبل قليل، هذه جميعها تم إرسالها إلى كادر المنتقم. فطلع الشيخ أمير عليها وقال: رجاء لا ترسل لنا مشاكل فلان وفلان. لا يمثل الشيخ إلا القناة والشيخ نفسه. كيف وقبل قليل هذول يقولون الشيخ أمير إحنا حزام ظهره، إذا كل ما نفعله فهو هو عنه. وهذا أبو حسن القندرة أنا ما أسبه لأن هو سباني عندما قال بالنسبة لموضوع أبو حسن خلينا أذكره. دقيقة. أي حتى هذا المقطع ينقص وينشر. فقط دقيقة. أي
صار كلام بيني وبين أبو حسن قبل فترة، صار في يوم 22 أبريل. دزيت له رسالة قلت: السلام عليكم جنابك الكريم أبو حسن وكيل الشيخ بالعراق، الأخ أبو حسن المحترم، معك سيد كرار تلميذ الشيخ القريشي. أتت هاي الرسالة قبل قليل. هنالك أحد الأشخاص تواصل مع جنابك بخصوص معد الشاعر اللي يطلع في قناة المنتقم، بخصوص معد، وجنابك الكريم مصرح بهذا القول. هل هذا كلامك أم مفبرك؟ سأرسل لجنابك الكريم السكرين المنسوب لكلامك. هو ماذا قايل؟ هنالك أحد الأشخاص من جيش المنتقم على التليجرام، هاي المجموعة المنحرفة، كاتب له التالي: مولاي أبو حسن، أكو كم واحد سبه يطعن بالشيخ معد الخير ويقول إنه يسرق التبرعات. يا ريت رد على هذا الشيء، لأن شاعر والشيخ معد الخير هو أيضا مالك جروب جيش المنتقم، يعني أحد داعمين للشيخ وأحد شعراء الشيخ. يعني يقول له شنو هو؟ يقول له هنالك شخصية جاية تطعن بي، بس احذر، ترى هذه الشخصية الشيخ معد هو في جروب جيش المنتقم وهو اللي يتبرع للشيخ أمير. يعني شنو ورا؟ شو عينك. كلام أبو حسن، أنا أريد كلام أبو حسن. كتب التالي: أولا، بارك الله بكم على ما تقدموه لدعمكم للقناة، وكل أسماءكم وحساباتكم تصل لنا. ثانيا، الأخ العزيز جناب معد الخير من رجالنا ومن ثقاتنا، وأنا دائما على تواصل معه فيما يخص أمور التبرعات أو الأمور الأخرى الخاصة بالقناة، وكل من يطعن بأمانته وإخلاصه يطعن بنا شخصيا. بارك الله بكم وحفظكم بحفظه. لا تستمعوا لزخرف القول من الذين يتصيدون الطشات. انت منو؟ انت واحد يعرفك؟ انت منو انت؟ ولا ذاك منو؟ المهم، على حسابنا وحساب الشيخ المجدد. انت منو؟ انا بس اريد انت الاثنين بركي ما يعرفوا منو انت. خلف الله على الشيخ، غير انت تشتغل يمه، مهمتك فقط تلم التبرعات. انت منو حتى تطش على حسابك؟ انت منو؟ قندرت ايش انت؟ لنستمع. لا تستمعوا لزخرف القول من الذين يتصيدون الطشات على حسابنا وحساب الشيخ. خل قاس نفسه ويا الشيخ أمير، مو مشكلة، كمل. وحساب الشيخ المجدد رعاه الله وحفظه وبارك الله بكم وحفظكم أبو حسن، وحفظكم جميعا أبو حسن. جيد. أنا ماذا كتبت له طبعا أعتذر من أتواصل مع جنابك في هذا الوقت، لكن الآن أتت الرسالة: السلام عليكم، أتمنى من جنابك الكريم تعطيني جواب من تقراها. هو ماذا رد: وعليكم السلام، نعم جناب الأخ معد الخير، ثقة عندي. أنا ماذا كتبت له التالي: ثقة عندك أم ثقة للشيخ؟ لأن كلامك كان بصيغة الجمع وكأنك تتكلم على لسان الشيخ، بأنه الشيخ قال لا أحد يمثلني. هو ماذا كتب؟ كلام واضح بكل احترام، كلام واضح. كتب لي: أخي أنت شنو جاي تحاسبني؟ أخي أنت شنو جاي تحاسبني أنت؟ إذا كنت أنا ثقة عند الشيخ الله يحفظه فما أفعله يصله. هلو، إذن فأنت كان كلامك وتعظيمك لهذا معد هو بصيغة الجمع وكأنك تتكلم على لسان الشيخ أمير. أنا ماذا كتبت له؟ قلت له نعم أحاسبك إذا كان كلامك على لسان الشيخ، لأن الشيخ قال لا أحد يتكلم على لساني بالبيان، حتى وإذا كان من الكادر ممنوع. دزيت له البيان عبارة عن ماذا؟ البيان بيان كادر المنتقم عليه السلام اللي أصدر الشيخ أمير الفتوى. بيان: لا يمثل قناة المنتقم أو الشيخ القريشي في أقواله أو أجوبته إلا الشيخ نفسه من خلال قناة المنتقم عليه السلام بالحسابات الرسمية فقط، أو الحسابات الرسمية لقناة المنتقم عليه السلام.
قناة التليجرام حساب الشيخ الرسمي في تويتر، تيك توك الحساب الرسمي. حاليا لا يوجد لدينا أي حساب رسمي على انستغرام أو فيسبوك أو موقع آخر، وجميع الحسابات الرسمية مربوطة باليوتيوب في صندوق الوصف ومعلومات القناة. ولا يجوز شرعا أن يتكلم أي شخص نيابة عن الشيخ القريشي مهما كان متابعا للقناة أو موظفا في القناة، فلا يمثل الشيخ إلا هو نفسه. دزيت للكلام كلام عدل، أنا جاء أدافع على الشيخ أمير، المفروض هو يمدحني يقول لي أحسنت بارك الله بيك، لأن أنت ملتزم بكلام شيخنا. لا أحد يمثل الشيخ أمير ولا أحد يتكلم على لسانه. ماذا رد علي؟ بالقندرة. شنو تحاسبني؟ اعطاني حظر. هذا أسلوب أبربكم، هذا أسلوب. أنا كتبت له، هو بعد ما دز بالقندرة شنو تحاسبني أنت؟ أنا ما جايب شي من جيبي، أنا ما جايب شي من جيبي، ليش تسبني؟ هذا كلام وجاي أتكلم، هذا الكلام وأنا جاي أتكلم على لسان الشيخ أمير، أنت ليش تسب؟ ليش السب؟ وكتبت له أنا ليش السب؟ عيب متكلم وياك باحترام، هذا كلام الشيخ لو أنا غلطان. هو حضرني، لأن هو ماذا قال؟ قال وعليكم السلام، نعم جناب الأخ معد الخير ثقة عندي. أنا ماذا كتبت له؟ كتبت له ثقة عندك أم ثقة للشيخ، لأن كلامك كان بصيغة الجمع وكأنك تتكلم على لسان الشيخ. كتب لي أخي شنو جاي تحاسبني أنت؟ إذا كنت أنا ثقة عند الشيخ الله يحفظه فما أفعله يصله. كيف والشيخ أمير قال ولا يجوز شرعا أن يتكلم أي شخص نيابة عن الشيخ القريشي مهما كان متابعا للقناة أو موظفا في القناة، فلا يمثل الشيخ إلا هو نفسه. فمن أجاز حتى أنت تمدح شخص وتنسبة للشيخ أمير؟ يقول أنت بالقندرة شنو تحاسبني؟ المسؤول الأول هو أبو حسن، المسؤول الأول، وكل ما يفعلونه هم ذولا كادر المنتقم على التليجرام ذولا المنحرفين، فهو المسؤول الأول أبو حسن، المسؤول الأول أبو حسن. أبو حسن بالقندرة، ترد علي أرد عليك السبة ودوس ببطنك، حتى هذا المقطع ينقص وينشر. أنت مهمتك الشيخ أمير خلاك شنو؟ خلاك تلم التبرعات مو تتكلم على لسانه. يا غبي يا جاهل، حتى الشيخ أمير ما احترمته. للعلم عندما قال بالقندرة شنو تحاسبني، هو سب حتى الشيخ، لأن أنا جاء أدافع على الشيخ أمير بالكلام اللي قاله الشيخ أمير. فإذا سباني هو سب الشيخ، لأن الكلام والدفاع مو من يمي، الدفاع من الشيخ أمير، لأن جاء أتكلم على لسانه بأنه لا أحد يمثله، فهو سب الشيخ وقال له بالقندرة والعياذ بالله. بعد هذا الموضوع وهذا الكلام همنا صارت ضجة بوقتها في يوم 22 أبريل، صارت ضجة، وأبو حسن انقطع من قناة المنتقم عليه السلام. ما أعرف يجوز الشيخ أمير هانا بالقندرة وقال له أنت ليش السبة؟ الولد ما جاي متكلم بكلمات من يمه، يجوز الله أعلم، لأن انقطع أبو حسن من يمه وانطرد. ما أعرف شنو اللي صار، مثل ما بلغوني الأخوة. على العموم هذا تكلمنا بها سابقا، لا حاجة لي إلى الإعادة. أما بخصوص هذول جيش المنتقم هل يمثلون الشيخ أمير؟ الشيخ أمير أصدرت قناة المنتقم عليه السلام البيان وقالت بأنه لا أحد يمثل الشيخ أمير إلا نفسه والقناة نفسها. فلا يأتي شخص ويقول هذول بأنه شلون والشيخ أمير وكذا 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 وكذا. العفو، الشيخ أمير عندما يقول جمهور قناة المنتقم إحزام ظهري فهو يشمل الكل. جيش المنتقم العلماء، مو يذكر مجموعة ويترك مجموعة ثانية. ما يتحيز الشيخ أمير. تقومون بإنشاء منتدات وإنشاء مجموعات، ويوميا طالعين بسالفة صفح، تتحرشون بالنسوان.
وأني أدعو للي يسمعني الآن، أدعو إذا كانت هنالك لديك واسطة بضابط عندك أو بالجهاز أو في موضوع الابتزاز الإلكتروني أو اللي متأذي من يمهم، يرفع عليهم دعوة قضائية، والدولة هي اللي تتكفل بالموضوع، هي اللي تتخذ إجراء. وإذا تريدون سكرينات وأدلة ومقاطع الآن أدزها لكم. جميع الكلام اللي أنا قلته قبل قليل وقرأته ستجدونه في قناة سيد كرار على التليجرام ومنشورة، والأخوة يدرون بالموضوع. وأي شخص، ولا حاجة لي أن يتراسلوني شخصيا، أي شخص بس تطبون عليه اللي عندي تقولوا له 1 2 3 بالكلام اللي أنا قلته قبل قليل، راح يدزوا لك الأدلة والسكرينات. حتى أنا ما ردت أطلع صورة وصوت لأن هذا الموضوع ما يسوى. خلوا الشيخ أمير بموقف محرج حتى يأتي هذا أبو الاختبارات ويتجاوز على الشيخ أمير. يقول لك أبو الاختبارات احترم نفسك، ده بالقندرة، دير بالك علاء. ما طول الشيخ أمير لك الحق تتكلم إذا كان الشيخ أمير هو اللي مروج، لكن الشيخ أمير كلامه كان واضح. مجموعة شلة زعاطيط مخانيف سرسرية بحسابات وهمية ما معرفين هم منو يقومون بهذا الفعل ويروجون إليه. مو تجي أنت تنسبها للشيخ أمير. حظك طيحة الهارب ولك. أطلبك للمناظرة تقول لي سيكون المناظرة أنا ما أقبلها بيني وبينك فقط صورة وصوت. لا، جيب طرف ثالث. ومن الطرف الثالث؟ شخصية سنية. لا يا غبي، أنت في ربك ولك. دير بالك تذكر الشيخ أمير بكلمة واحدة. الهارب، أدعوك إلى مناظرة في تحريف القرآن. تقول لي لو أنت تجي يمي، لو تجيب قناة سنية وتذكر اسمها اللي هاي خواطر ما ادري اسمها، ما أعرف شنو، حقائق الأديان، ينقص مناظرة بين شيعي وشيعي عن إمام معصوم تقول لي جيب لي طرف ثالث منصف والطرف الثالث يكون ناصبي، ينقص. وعلي من أنت عندك قناة وأنا عندي قناة، أنت افتح بث عندك وأنا افتح بث عندي، أنت تعطيني صوتك وأنا أعطيك صوتي، أعطيني صورتك وأعطيك صورتي ونتكلم أمام الناس. على شنو خايف؟ وما تكون هنالك 10 دقائق لك وإلي، سيكون هنالك حوار، مداخلات. لو تخافون بمواقعكم تصيرون أسود، من تجون يمي تصير واحدكم كنا عصفور مهلس. ترم نفسك ولا تفكر الشيخ أمير بكلمات بذيئة. لا، حظك طيحة أبو قذلة، حقك منا اللي جاي كنا حلقة جرية. هذا وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الخالقين الرازقين مشيئة رب العالمين. ذات الله ونفسه ويده ولسانه على عباده المشرعين بتحريف القرآن واللعنة على أعدائهم أجمعين. فقط ملاحظة، قسما بشيبات علي بن أبي طالب، أي شخص يمس الشيخ أمير ويتقول عليه بكلمة هالقدها ولو بحرف واحد، أنت في ربه. لو يكون أبو حسن مثل ما نتفت نتف أبو حسن هذا، ترم نفسك واسكت. أنت مهمتك تلم التبرعات، مو مهمتك تتقول على الشيخ أمير وتتكلم بالكلمات ما أنزل بها من سلطان، وتتكلم بكلمات دينية يكسرونك ويطيحون حظك. دير بالك. والكلام متوجه إلى الكل،